محلل قبل وبعد. ما هي الدكاتره اللي معاك ما قالولكش حاجه طبقا وبعيد عن الدكاتره برضه يا فندم، انا محلل قبل ومحلل بعد. ولو حضرتك سالت اي دكتور على هرمون الذكوره ده بيقعد قد ايه، يعني التستوستيرون ده اقل حاجه بيقعد له ست شهور، يعني ده يوم ما يطلع. انما انا في ظرف شهرين دي سلبيه ودي سلبيه ودي الايجابيه وفي النص. يعني انا ما سالت دكاتره قالوا استحاله تحصل. فدي برضو دي حاجه انا مش فاهمها، انا ذات نفسي مش فاهمها. يعني انا بروح هيك عشان كده اظن ان انتوا لازم تسافروا اسبانيا طبعا. بالظبط. ودي انا واخد المكملات دي هنا واخد المكملات دي هنا، والعلبه ما بتخلصش في شهر. علبه الفيتامين مش بتخلص في شهر ولا اتنين. يعني معنى كده ان لو انا محلل دي يبقى اكيد كان باقي من العلبه دي او باقي من العلبه دي. يعني انا محلل بعلبه من الاثنين دول في واحد من التحليل. فازاي هتطلع هنا ومش هتطلع هنا؟ صح. ونفس الكميه ونفس الكميه. أنا بتمنى لك يا رب إنه يعني نصحى نلاقي خبر أسعد من كده إن شاء الله. وأتمنى إن الدولة كلها تقف جنب إيهاب عبد الرحمن بطل الرمح. إيهاب مش مجرد شاب مصري، إيهاب شاب بيرفع اسم مصر. كنا منتظرين إن هو يحقق لنا ميدالية في ريو دي جانيرو. صناعة البطل مش حاجة سهلة، إحنا بنقعد سنين نصنع في هذا البطل كي يصل إلى هذه المرحلة. أتمنى اللجنة الأولمبية، أتمنى السيد وزير الرياضة، أتمنى كل المسؤولين إنهم يدعموا هذا الشاب لكي نستطيع ان احنا واحد ننقذ سمعته، لانه فكره المنشطات دي فكره سيئه جدا، وهو بيؤكد ان هو ما بياخدش هذه المنشطات. ننقذ سمعته. ثانيا ان هو يا رب نلحق ونسابق الزمن ويقدر ان هو يشارك ويرفع اسم مصر وراس مصر في ريو دي جانيرو. بتمنى لك التوفيق وكلنا بندعي لك. ربنا يخلي حضرتك. كلنا بنثق فيك وانت صغير لسه، فلسه قدامك كتير. وانا متشكر جدا على استضافه حضرتك واهتمام حضرتك، وان شاء الله اكون عند حسن ظنكم كلكم ان شاء الله. اشكرك يا ربنا يخلي حضرتك. نخرج فاصل وبعد الفاصل اميره الرومانسيه